السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في قناة عالم رجاء، ودائما مع وصفات سهلة وسريعة. اليوم إن شاء الله غنتقاسم معكم فطائر فين تبان كرواسة قدامهم، كيجيو من ألذ ما يكون، مقرمشين من برا وهشاش خفاف من الداخل بدون تعب أو مجهود. ما كنورقوهمش نهائيا، ساهلين دغيا دغيا كيوجدوا. كنتمنى تجربوهم، أنا متأكدة باللي غادي ينالوا الإعجاب ديالكم، وكنتمنى ايضا تتبعوا لا فيديو حتى الاخير باش ما تفوتكم فيه حتى حاجه. الا عجبكم خليو لي لايك، قولوها لي في التعاليق وبارطاجيوه باش تعمل فائده. نخليكم على المقادير وطريقه التحضير، وبسم الله نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوا الاناء اللي غادي نديرو فيه كاس ونصف ديال الحليب اللي يكون دافي. عبرت معكم هنا بالكاس اللي السعه ديالو 100 ملل، يعني غنحتاجوا 150 ملل ديال الحليب. غادي نحتاجو ايضا نصف كاس ديال سكر حبيبات، وغادي نضيفوا ليه سكر فاني، ممكن نديروا حتى الفانيلا السائله، نديروا منها واحد المعلقه صغيره. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال خميره الخبز اولا الخميره الفوريه. وغادي نضيفوا ايضا كاس ديال الدقيق الابيض اللي يكون خاص بالحلويات. كيف ما كتشوفوا نحركوا العناصر كامله مزيان مزيان، نغطيو عليهم تقريبا واحد 5 دقائق. هاد الايام الحال سخون، راه دغيا دغيا كتتفاعل لينا الخميره، وهاد الفطائر هادو راه دغيا كيختبروا. هنا غطيت عليهم خليتهم تقريبا واحد 5 دقائق حتى كتصبح على هاد الشكل هذا. صافي، وهنا عاد غادي نكملوا باقي العناصر. غادي نضيفوا ربع كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، زيت المائده. وغادي نضيفوا ايضا بياض البيض، عندي هنا بيضه وحده. غادي ناخذ الصفار نخليوه باش ندهنوا به البريوش ديالنا، والبياض ديال البيض نديروه في الوصفه. بالنسبه هنا لاصفر البيض نضيفوا ليه شويه الحليب وشويه قهوه سريعه الذوبان، نخليوهم على جنب وندوزو باش نكملوا الوصفه ديالنا. غادي نديروا معلقه صغيره غير ممتلئه ديال الملحه اولا الملح حسب الذوق. صافي، غادي نخلطوا هادشي كامل مع بعضياته بالطراب اليدوي. وصافي، هنا مباشره غادي نبداو نضيفوا في الدقيق، يعني نجمعوا البريوش ديالنا. كمرحله اوليه غادي نديروا 2 كيسان ديال الدقيق، والكاس الثالث هو اللي درناه في بدايه الوصفه، يعني مجموع الدقيق درنا هنا 3 كيسان، والكاس كيهز 100 غرام، يعني 300 غرام ديال الدقيق. اكيد غادي نخلي لكم المقادير بالغرام في صندوق الوصف. غادي نخلطوا الكل مزيان مزيان وغير بالطراب اليدوي كيف ما كتشوفوا. في هذه المرحله هذه غادي نحيدوا الطراب لانه ما يبقاش يدوز لينا في العجينه. وغادي نضيفوا الكاس الرابع كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للدقيق ضروري انكم تغربلوه باش تفادوا انه يكون فيه شي حبيبات اللي غتكتل